من أحلى أكلات المشاوي اللي بنحبها كبار وصغار هو الشيش طاووق. شايفين ما أحلاه؟ صحن بياخد العقل، اللون مظبوط بالملي، وبدي لكم الطعم روعة، أحلى من الجاهز بمراحل، وسهل وبسيط وكمان موفر. يلا مع بعض حتى نشوف المقادير وكمان طريقة التحضير. أول شي بنجيب نص كيلو من صدور الدجاج، نكون مقطعينهم مكعبات كبيرة بهذا الشكل حتى يضلوا جوسي من جوا وطراية نحن عم نساويهم ما ينشفوا معنا. طبعا قبل ما نقطعهم بنكون منظفين الصدر كتير منيح، نقعينه بمي بخل بملح حتى يطلع الزفارة اللي فيه كله. هلا بدنا نعمل التتبيلة، بنجيب الخلاط بنحط فيه 3 معالق كبار من اللبن الزبادي، وكمان رح نحط 4 فصوص من الثوم يكونوا فصوص كبار، ونص معلقة كبيرة من صلصة البندورة الجاهزة، ونص معلقة كبيرة من الفلفل الحمراء المطحونة، ونص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وكمان ربع معلقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، ربع معلقة صغيرة من الهيل البودرة، وكمان ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض أو أسود حسب المتوافر، نص معلقة صغيرة من البابريكا، ونص كوب من زيت الزيتون أو أي زيت متوافر عندك، وكمان بنحتاج برش نص ليمونة بس من غير ما نوصل للأبيض حتى ما يعطينا طعمة مرار أبدا. بهذا الشكل، وكمان عصير نص ليمونة كبيرة، وبهيك بنكون خلصنا، وبنضرب هاي المكونات كلياتها مع بعضها حتى تتجانس ويعطينا هاي التتبيلة الحلوة، اللون رائع وكمان تقيلة مثل ما حتشوفوا. حنصبها فوق صدور الدجاج بهذا الشكل. شايفين قوام التتبيلة شلون تقيل؟ هي معناتها انه التتبيلة ناجحة 100%. بنضل منقلب التتبيلة مع قطع الدجاج بهذا الشكل حتى قطع الدجاج كلياتها تشرب من التتبيلة كتير منيح وتعطينا طعم خرافي يا جماعة بكل معنى الكلمة. بعد ما اتأكد انه قطع الدجاج غرقت بالتتبيلة هيك كتير منيح، هاي الخطوة كتير مهمة، لازم نغطي التتبيلة بستريتش كتير منيح ونحطها بالبراد ليلة كاملة او اكتر اذا فيكن. المهم ما توصل لها روايح بالبراد او حتى ما تعطي روايح لاي شي تاني موجود جوا البراد. هاي بعد ما مر الوقت عليها شوفوا شلون شاربة من التتبيلة وشكلها كتير حلو. حجيب فليفلة ألوان، أي نوع فليفلة موجودة عندك، أخضر بيمشي حاله، أخضر أصفر أحمر كمان بيمشي حاله، وبصل مقطع صغير، وعيدان شيش طاووق طبعا حتى نرص فيها الشيش طاووق تبعنا. أول شي بنحط قطعة من الشيش طاووق بهذا الشكل، اذا هي شكلها بالطول بنحطها بالطول، اذا هي شكلها بالعرض بنحطها بالعرض، تمام. وبعدين بنحط كمان فليفله الوان فوقها بهذا الشكل. هو التشكيل اختياري، يعني كيف ما انتم بتحبوا تشكلوا فيكم تحطوا، مو بالترتيب هذا بس، يعني هذا الشيء بيرجع لكم. وكمان بنحط بصله، على فكرة البصل والفليفلة بيكون طعمه كتير روعة وكتير حلو. بنحط كمان قطعة تانية من الشيش طاووق بهذا الشكل، وفيكن انتو تنوعوا مثل ما قلت لكم. ونكمل هيك حتى نخلص العود هذا كلياته، ونخلص باقي الكمية كمان كلياتها، وتصير عنا جاهزة. بظن انه ما في اسهل من هيك، والطريقة كتير حلوة وبسيطة، وبدي لكم انه الطعم حيكون روعة. بس خلص كل عود بحطه على جنب بصحن، وبخلص الكمية كلياتها حتى شوف الخطوة اللي بعدها. وهي بعد ما خلصت كمية الشيش طاووق كلياتها اللي عندي بهذا الشكل، شايفين الترتيب عشوائي. هلأ حنحطها على جنب، وحنجيب طاسة على النار على نار عالية، حنحط فيها معلقتين كبار من السمن الحيواني، تمام. ونستنى حتى السمنة تذوب تماما وتسخن كتير كتير منيح. بعدين ننزل عليها بعيدان الشيش طاووق بهذا الشكل، بدنا نغطي عليهم ونكبس عليهم لمدة 3 ثواني بس، وبعدين بدنا نرفع ونخليها هيك مكشفة. يعني الشيش طاووق ما بيتغطى ابدا نحن وعم نساوي، بس نتأكد انه الطرف اللي تحت احمر وخلص صار جاهز، بنقلبه على الطرف الثاني بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. هاي احسن طريقة نساوي فيها الشيش طاووق ومن غير مشاوي، بيعطيكم نفس الطعم ونفس ريحة المشاوي بالضبط كمان. هلأ بعد ما قلبناهم كلياتهم على الطرف الثاني، بدنا نجيب الغطاء وكمان بدنا نغطيهم ونكبس عليهم لمدة 3 ثواني بس، وبعدين نرفعهم. النار لازم تضل عالية، تمام، حتى يستووا من الناحيتين وما ينشف معك ويضل جوس كتير من جوا. وبخلص الكمية كلياتها وبقدمها مع بطاطا وشوية بندورة وفليفلة،
وبيكون عندنا هذا شكل الصحن الرائع. وبدي أقول لكم الطعم كتير كتير لذيذ وكتير حلو، أحلى من برا مليون مرة كمان. لازم تجربوا هالطريقة ولازم تجربوا هالوصفة وراح تدعولي. اللون تبعها مزبوط، شوفوا أحلى، شكلها كتير مغري على فكرة. فيكم تحمروها كمان هيك مثل كأنه المشاوي فتعطي اللون الأسود هذا كأنه مشاوي، بس بتكون عسل بتجنن. شوفوا شلون حأفتح لكم وحدة جوسي طرية خير الله، رايحة نظيفة كتير طيبة وكتير حلوة. جنبها شوية تومية وسلطة كول سلو وصحتين وألف هلا يا رب. إذا أول مرة بتشوفوا قناتي لا تنسوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة، وكمان لايك للفيديو وكومنت حلو منكم لأنه أنا بحب كومنتاتكم كتير، وشير خلي هالفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. وإن شاء الله بشوفكم فيديوهات تانية، وبتمنى تكون هالوصفة عجبتكم. راح خليكم مع هالمنظر الحلو شوي، وإن شاء الله إلنا لقاء تاني بفيديو جديد. يلا باي.